قبل أن نبدأ هذا الفيديو نود أن نعبر عن تضامننا الكامل مع أهلنا وإخوتنا في مدينة القصر الكبير الذين يمرون بظروف صعبة بسبب الفيضانات الأخيرة. نسأل الله العلي القدير أن يحفظهم من كل سوء وأن يرفع عنهم الضرر ويجعل هذه المحنة عابرة ويعوض كل متضرر خيرا. القصر الكبير ليست مجرد مدينة، بل تاريخ وأهل وذاكرة، واليوم قلوب المغاربة كلها معها. بعد هذا الدعاء دعونا نفهم بهدوء وموضوعية ماذا يقع حاليا في القصر الكبير. القصر الكبير مدينة تقع شمال المغرب، وتعد من المدن العريقة تاريخيا، وقريبة من نهر اللوكس الذي شكل عبر السنين مصدر خير للزراعة وحياة للمنطقة. لكن في بعض الفترات يتحول هذا النهر من نعمة إلى خطر حقيقي يهدد السكان. خلال الأيام الأخيرة عرفت المنطقة تساقطات مطرية قوية ومتواصلة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب نهر اللوكس بشكل مقلق، كما أن امتلاء سد وادي المخازن زاد من ضغط المياه لتتجه السيول نحو الأحياء المنخفضة داخل المدينة. بدأت المياه تغمر بعض الطرق وتتسلل إلى منازل السكان، أغلقت محلات تجارية، واضطرت أسر كثيرة إلى مغادرة بيوتها مؤقتا. أمطار كثيرة والاثنين هذا الضعف ما نعرف على شحال، ربما توصل 150 مليون، الله أعلم شحال توصل، شيء كبير. إذا هذا ساكنة قصر كبير كنقول للإخوان اللي كيتواجدوا في المناطق المتضررة خاصهم يستجيبوا النداء. حنا معروفين الأطراء المغاربة بالتلاحم والتضامن، ولكن الناس اللي عندها عائلتها في طرطاس، وحنا عارفين ساكنة قصر كبير كلها جات من البوادي المجاورة، مش عند عائلتي أنا، بس أنا قلت هادشي قلت في الصيف. وكان المشهد صعبا ومؤثرا، خاصة على الأطفال وكبار السن، حيث لم تكن الخسائر مادية فقط بل نفسية أيضا. أمام هذا الوضع أعلنت السلطات المحلية حالة استنفار قصوى. تنهي السلطات الإقليمية والمحلية والمجلس الجماعي إلى اتخاذ الحيطة والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، وأذكركم بالأحياء المعرضة للخطر هي كالتالي: حي الديوان، تشجيع الشروق، الضحى، الأندلس، سيد كامل، حيث تدخلت الحماية المدنية وتمت مراقبة مستوى المياه بشكل مستمر، مع اتخاذ إجراءات وقائية لحماية السكان. كما تقرر تعليق الدراسة مؤقتا حرصا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية. في المقابل تم فتح مراكز إيواء لاستقبال الأسر المتضررة وتوفير الاحتياجات الأساسية. وبرزت صور جميلة من التضامن الإنساني، حيث ساعد الجيران بعضهم البعض وتطوع الشباب. الاسم سفيان من مدينة القنيطرة. خويا السبب هو طلعوا لي فيديوهات البارح وبانوا لي خوتنا واحدين، ما صراحة باقي ما كاينش شي حالة الوفاة على حسب ما المصادر اللي خبرونا، ولكن الناس واحدين. دابا المشكل الوحيد الكبير ما كيدخلش واحد البلايص صغار، دونك اضطريت اخويا نجيب ماتيريال وندخل معاهم باش ما قسم الله. هذا هو الاساس ديالي. رسالة للمغاربة الله يعوضكم، والله راه ملي كيمشي شي واحد شي حاجة بحال اللي كيمشي لنا حنايا قسما بالله. وتحياتي للمغاربة كاملين وحنا معاكم. هو راه من قنيطرة على ود خوتنا اللي في قصر كبير، وتحياتي للمغاربة كاملين. وانتشرت دعوات لمساندة المتضررين. الجهات الرسمية دعت المواطنين إلى تجنب مجاري المياه وعدم المجازفة بالمرور في الطرق المغمورة. لعمليات الإنقاذ التي تقوم بها الوحدة الأولى للإغاثة والإنقاذ الهندسة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية هنا بمدينة القصر الكبير. نتابع هذه المشاهد من القصر الكبير لتدخل عناصر الإغاثة والإنقاذ التابعين للقوات المسلحة الملكية. هذه المشاهد من واحدة من الأحياء المتضررة هنا، والالتزام بتعليمات السلامة، لأن الوقاية في مثل هذه الظروف قد تنقذ الأرواح. القصر الكبير مدينة صمدت عبر التاريخ وستبقى صامدة بإذن الله، وبالتعاون ووعي السكان وتدخل السلطات ستمر هذه الأزمة وتعود الحياة إلى طبيعتها. ودعاؤنا مستمر لكل أهل القصر الكبير. صافي دابا وصلنا النهاية ديال الفيلم، هو المراكز الإيواء باش ندو الناس اللي حسب التقديرات اللي قدروا دابا 20,000 اللي خصنا نهزوها، تم التحويل ديالها. غادي نشوفوا المراكز ديال الجماعة، عندنا واحد العدد ديال المراكز ديال الشباب وديال الرياضة وديال الثقافة ديال الجماعة، وعاد ديال المؤسسات
باش يمكننا ننقلوهم اللي غادي يبقاو. اما اللي غادي يمشي عند بلادو ويمشي لقنيطره ويمشي للرباط ويمشي لطنجه، هذا نقولوا الله يجازيك بخير ساهم معنا باش يمكننا نخفوا على الناس اللي هما دابا الان اللي هما كاينين متواجدين وحنا واعلين بهم، لان مساكن العين بصيره والايادي قصيره صعيب. ولكن اليوم كنقول لجميع الناس الشركاء خاصهم يتجنزوا، وكنادي على الساكنه فورا باش خاصهم يخلوا الاماكن ديال الخطوره بحال بوعناني، عزيب الرفاعي، خندق الشويخ، بلاد باتيه، الضحى، تزيا الضحى، دوار حسيسن، سدور الدوان، تزيا الوحده، الزهره، زهره واحد وزهره جوج. اذا من فرفره يعني منطقه العريش الى حتى لقاعه المرينه خاص الاخلاع بحال العدد ديال الاماكن. واللي غادي يبقاو في السكن الفوقي حنا غادي نحاولوا اذا كان شي ضروره باش ندخلوا بالتنقل، راه الاغاثه المدنيه جايه من الاداره المركزيه بالوسائل باش نبقاو ننقلوهم بسلام، واللي تم يقراو اللي هما ما عندهمش الخطوره اللي ساكنين على الفوقي. اما اللي عندهم الخطوره خصهم يخليو صافي، ما كاينش شي حاجه اخرى او شي اختيار اخر. وفي نفس الوقت كنقول للناس صحاب السيارات يخونا المدينه، مولين الطوموبيل يدخلوا المدينه، ما بقاش الطوموبيل المدينه. اللحظه اللي عايش يقلب على الديباناج ما يعرفش اللي يخرج له الطوموبيل. مولين الكراجات اللي هما بناو على البيبان يمشيو يشدوا ديك الفوات او ديك الثقوب ديال الطواليت، خاصو يعمل لها قرعه بالقبص ويعمل لها الكره ويطرق، لان الماء ولا كيطلع من تحت. الا انت يا اخي شديتي الباب عملتي السور وطرقتي حصنتي، ولكن راه مخرومه من جهه اخرى، خاصك تمشي تغلق ديك الثقوب باش يمكن يحافظ على السلامه ديال وليداتو ديالو. ولكن هذا ما كافيش، لان الانسان ما يبقاش مطمئن. السيد العامل النقط هذه تقريبا 7 نقاط اليوم طلع امر الاخلاع ديالها، تقريبا 7 نقاط اليوم طلعت تعليمات الاخلاع كما قلنا الخمسه هذو: بلاد باتيه، القاعد المرينه من تحت، محفر خزان، عزيب الرفاعي، بوعناني. هادو ما بقاش نهضر معاهم نهائيا، خصهم يخووا. وبالنسبه للناس ديال التزياد ديال الدعاء الى حتى الزهره تنطق عريش الحيطه والحضاره خاصهم يردوا البال. راه ما عجبرش منين يخرجوا دابا الان، راه ما عندهم منين يخرج. دابا رحنا مسخرين الشاحنات باش كنخرجوهم، اذا كاين صعوبه. واللي ما جي هو اسوء، خصهم يعرفوا الاخوان ما بقيناش يخبعوا دابا شي حاجه. بالنسبه للساكنه ديال حي سيدي رضوان وحي الاندلس، الساكنه ديال حي الاندلس سيدي رضوان خاصهم يعرفوا على انهم ساكنه يعني حضاره، عندهم يعني البنايه التحتيه مزيانه وكلشي مزيان، يردوا البال يبقاو في الفوقي يخو من تحت. السفلي ما بقاش يقابل السكن، واللي عنده شي سلعه في الاسواق كلها يرحلوا السلعه ديالهم، يحلوا السلعه ديالهم. مولين الابناك يردوا البال، جميع المؤسسات خصها ترد البال. دابا الان حنا مولين البومبات خصهم يردوا البال، وكنقول مولين الدوتشات والحمامات يخافوا من استهلاك الماء. الا شدينا في العشيه مش غادي يوقع. دابا الماء جاي وحنا كنزيدوا ماء اخر، وصحاب المنازل يحاولوا ينقصوا دابا الان ماشي الساعه الدوتشه والساعه الغساله بزاف والافراط في الماء، يحاولوا كيفاش ينقصوا من الاستهلاك ديال الماء باش نغلبوا جميع ونبقاو في السفينه بسلام جميعا.